اهل جوزي جم على غفلة وما كنتش عاملة حسابي، فقلت بقى مفيش غير الحلا ده هو اللي هينقذني قدامهم، وكمان هو سريع وبسيط جدا ويبان بقى ان هو متكلف جدا. جبت الحلة وحطيت فيها بودر الكاستر، بس هنا خدت معيار كوبايتين من الحليب. يعني شوفي الباكت من ورا مكتوب العلبة قد ايه على الكوباية، واعملي كوبايتين. هنا كان مكتوب على الكوباية 3 معالق صغيرين من البودر. وبعد كده بقى حطيت السكر وقلبتهم كويس جدا على البارد، وبعد كده رفعتهم على النار وقلبت فيهم لحد ما القوام تقل معايا، وبعد كده حطيتهم في الاطباق بتاعتي ودخلتها التلاجة لحد ما جمدت معايا. وهي في التلاجة جبت جيلي بطعم الفراولة وعملته وسبته بقى لحد ما يبرد خالص. وبعد ما الكاستر جمد طلعته من التلاجة وحطيت بقى عليه قطع الموز وكمان قطع الفراولة، وحطيت الجيلي عليهم ودخلتهم التلاجة تاني لحد ما الجيلي يجمد. بجد الميكس ده بيبقى طعمه حلو جدا مع بعض وكريمي كده، وبجد طعمه تحفة.